التلميذ والاستاذ عنوان حلو كده بنقراه دايما، تحسه عنوان كليشيه، يعني اللي هو نظام ايه لما تحب تدي حد كده زي خطبه او وعظه او تنصحه تقول له يا راجل ده ممكن التلميذ يتفوق على الاستاذ، لدرجه انك ساعات بتحس ان الجمله دي هي جمله مش حقيقيه، ما بتحصلش كتير في الحياه. بس انا جاي اقول لك النهارده ان في حدوته من تاريخ الكره المصريه التلميذ فيها تفوق على الاستاذ. الاستاذ عمل القاعده لكن التلميذ علق عليه وبنى وكسب بطولات. ساعات فعلا التلميذ بيبقى تلميذ شاطر يعرف يتعلم ويبني على الاستاذ اللي قبله، وهو ده اللي حصل في الحدوته اللي انا هحكي لكم النهارده. ويلا بينا نعرف الحكايه في حكاوي تاريخ الجغرافيا. في 1963 كان في فريق بيلعب في الدوري المصري اسمه خفر السواحل. الفريق ده لعب ما بين 1963 لحد 1967، وبعدها حصلت نكسة 67 والفريق ده توقف تماما عن النشاط الرياضي. لكن بعد 28 سنة توقف النادي ده قرر يرجع تاني في فرقة الكرة سنة 1995، وبعد عدة محاولات من النادي ده قدر يطلع من الدوري الدرجة الثالثة للدرجة الثانية لحد ما وصل للحلم سنة 2002 بقيادة مدرب شاب اسمه طارق العشري. طارق العشري للي ما يعرفوش كان لاعب تاريخي في نادي الاتحاد السكندري. صحيح هو مش من مواليد اسكندريه، طارق العشري من مواليد كفر الدوار اللي في محافظه البحيره، تقريبا بتبعد 30 كيلومتر عن اسكندريه. لعب في نادي الاتحاد السكندري من سنه 83 لسنه 99. واللي ما يعرفش ان طارق العشري كان كابتن منتخب مصر العسكري اللي قدر يكسب كاس العالم العسكريه 99، وكان هو كابتن الفرقه، بل وكمان انه سجل ركله الترجيح في المباراه النهائيه. يلا يا طارق يا ولد يا ولد يا ولد، وبنفوز منتخب مصر العسكري. يا خبر ابيض على الفرحه الكبيره قوي. طارق العشري كان مشروع مدرب شاب للنادي ده، والنادي كان بيستثمر فيه وشايفين ان هو مناسب جدا. لكن مع صعود الفريق ده للدوري الممتاز موسم 2002-2003 قرر نادي حرس الحدود انه ما يحرقش التجربه دي. كانوا خايفين على طارق العشري وخايفين على المشروع ده لانه هيبقى مشروع مستقبلي، فقرروا ان هم يجيبوا له مدرب كبير لاول تجربه في النادي ده في اضواء الدوري الممتاز. والمدرب اللي اختاروه هو اسمه مميز جدا، كابتن حلمي طولان. حلمي طولان اسطوره من اساطير نادي الزمالك، وقبل ما يمسك حرس الحدود على طول كان عنده انجاز جيد. كان مساعد لمدرب الماني في الزمالك اسمه اوتو بوفيستر، قدر يكسب معاه كاس الكؤوس الافريقيه سنه 2000، وكمان كان مساعد ليه لما الزمالك قدر يكسب الدوري موسم 2000-2001 بعد غياب 7 سنين كامله. والنادي ده عشان كانوا شايفين في طارق العشري مدرب مشروع مستقبلي قرروا ان هم يخلوه مساعد للكابتن حلمي طولان. وبعد صعود خفر السواحل للدوري الممتاز قرروا تغيير اسم النادي من خفر السواحل لحرس الحدود. ظهر تيشيرت نادي حرس الحدود في اول طله ليه في الدوري الممتاز بالاسود والابيض والاحمر، نفس الوان علم مصر، لانه نادي تابع للقوات المسلحه. فريق مش جماهيري لكن للامانه كان ليه جماهير شكلها منظم جدا في المدرجات. في البدايه كان العساكر بتوع القوات المسلحه بييجوا يشجعوا الفرقه في المدرجات، والفريق عشان طلته تبقى مميزه في اول ظهور ليه في الدوري الممتاز كان لازم يدعم صفوفه بشكل قوي عشان مش من اول ما يطلع ينزل على طول. وكان فيه شويه اسامي مميزه. في البدايه عمرو الدالي ده باك شمال كان بيلعب في جولدي ومن ناشئين الاهلي. محمد حليم كابتن الفريق وده واحد من اساطير النادي. احمد ايوب كان لاعب مميز جدا في القناه ويوما ما كان من ناشئين الاهلي. رمضان رجب مهاجم مميز جدا. الحسن محمد لاعب كان بيلعب في المصري وراح الزمالك، مهاجم مميز جدا. عبد اللطيف الدوماني كان الزمالك اشتراه من المحله وكان ساعتها بيتقال عليه صفقه المليون. صامويل كيرا محترف اجنبي. واخيرا اميز اسم في حرس الحدود السنه دي كابتن من كباتن الاهلي ولاعب من لاعبين الجيل التاريخي بتاع التسعينات في الاهلي، توربيد نص الملعب هشام حنفي. وحرس الحدود طلته الاولى في الدوري الممتاز هتبقى تاريخيه. يا حظك انك اول ماتش تلعبه في الدوري يبقى في الاسبوع الاول قصاد الاهلي في استاد اسكندريه قدام الاهلي بمدربه الهولندي في الوقت ده جو بونفرير. هو بونفرير كان مدرب منتخب نيجيريا اللي كسب اتلانتا 96. وفي البدايه شفنا طلة حرس الحدود بلبسهم الجديد بجمهورهم المختلف خسروا 1-0 قصاد الاهلي بهدف لمحمد فضل. في الاسبوع الخامس حرس الحدود بيلعب الاسماعيلي بيقدر يتعادل معاه 1-1. وخلي بالك احنا بنتكلم في الاسماعيلي في الوقت ده كان الفريق حامل لقب الدوري اللي كسب 2001-2002. صحيح كان مشي مدربه محسن صالح ونجمه محمد بركات، ولكن كان لازال في اسلام الشاطر وعماد النحاس وساب معوض وحمام ابراهيم وحمص وابو جريشه. كانت فرقه تقيله جدا. قدروا يتعادلوا معاهم 1-1. وبعد تعادلين مع المحله والمصري عندهم ماتش مهم جدا قدام نادي الزمالك 8 نوفمبر 2002. حرس الحدود بقياده ابن الزمالك حلمي طولان ومساعده طارق العشري هيلعبوا قصاد الزمالك اللي بيدربه في الوقت ده البرازيلي كابرال. والزمالك في الوقت ده حدث ولا حرج،
حسام وابراهيم حسن، مدحت عبد الهادي وبشير التبعي، وائل الاباني، ابو العلا وحازم امام وطارق السيد، وفرقه كانت بتكسب اي حد مرتاح. والمفاجاه ان اليوم ده حرس الحدود في البلس 90 يقدر يكسب 2-1 بهدف لاحمد خلف. يوم 6 يناير 2003 اول ماتش لحرس الحدود قدام الاتحاد السكندري، وده ماتش بيعتبر ديربي الاسكندريه، اللي اتحاد سيد البلد هو الاصل في اسكندريه وحرس الحدود منتمي لمحافظه اسكندريه. وكانت المفاجاه ان حرس الحدود الصاعد حديثا للدوري بيكسب الاتحاد 2-1 بهدفي رمضان رجب وصامويل كيرا. في الدور الاول بس فوز على الزمالك، تعادل مع الاسماعيلي، وهزيمه بالصعوبه قدام الاهلي. والحقيقه ان في الدور الثاني نتائج المميزه كملت، ومنهم كان ماتش مهم جدا في استاد القاهره قدام الزمالك اللي كان بيحاول يحصل الاهلي في الترتيب. واليوم ده هدف عالمي من جمله حلوه جدا نفذها حلمي طولان، وصاروخ من قبل الاهلي هشام حنفي، واحتفاله كان احتفال مبالغ فيه جدا. وده كان ليه سبب، لان هشام حنفي بعد ما مشي من الاهلي راح قعد اسبوع في الزمالك، ان هو كان خلاص هيوقع مع الزمالك وهيبقى لاعب في الزمالك. لكن ساعتها ظهر محمود سعد، وده واحد من اساطير الزمالك، رفض التعاقد مع هشام حنفي بحجه ان هو لاعب اهلاوي جدا ومش هيخش السيستم بتاعه. وهشام حنفي اتضايق جدا من الموضوع ده وراح حرس الحدود، ولما سجل احتفل معاهم جامد قوي. يوم 14 مارس 2003 كانت لقطه جديده من لقطات حرس الحدود الايقونيه، فوز على الترسانه في الدوري 6-2، واللاعب عبد اللطيف الدوماني بيسجل هاتريك. في الاسبوع الاخير حرس الحدود هيواجه المنصور، وامبي هيواجه الاهلي. حرس الحدود 38 نقطه وامبي 39 نقطه، والعقل والمنطق كله بيقول ان الاهلي في اخر اسبوع هيكسب امبي عشان لازم يبقى بطل الدوري، وبالتالي حرس الحدود يكسب المنصوره، وساعتها هيخش المربع الذهبي، هيبقى مركز رابع، وده انجاز تاريخي. لكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. امبي وهدف تاريخي لسيد عبد النعيم بيطير من الاهلي الدوري، والناحيه الثانيه حرس الحدود بيكسب، لكن في النهايه امبي بياخد المركز الرابع. لكن طله حرس الحدود الاولى مع الاستاذ حلمي طولان بتنتهي بمركز خامس تاريخي في الدوري. تاني موسم لحلمي طولان مع الفريق موسم 2003 2004 كيرف الفريق نزل شويه، والفريق نهى في النهايه في المركز السابع. لكن مع بدايه موسم 2004 2005 في حدث مهم، ان نادي حرس الحدود هيتعاقد مع لاعب سابق للزمالك وللمحله، لاعب بيلعب في الجناح او مهاجم مهاري جدا اسمه احمد عيد عبد الملك. وكمان كان في تعاقد مهم جدا، عبد الحميد بسيوني. واللي ما يعرفش ان عبد الحميد بسيوني مش بس كان سبب من اسباب فوز الاسماعيلي بالدوري التاريخي 2001 2002، لا ده كمان عنده رقم وريكورد انه سجل مع منتخب مصر في تصفيات كاس العالم 2002 قدام ناميبيا هاتريك في 4 دقائق. وموسم 2004 2005 حرس الحدود بيظهر بطله جديده، بيغير الزي بتاعه، بيبقى التيشيرت الاحمر والشورت الاسود، والطله الجديده في لبسه كمان كانت لازم يبقى ليها شكل مختلف في المدرجات. العساكر اللي كانوا بيلبسوا ميري بطلوا يلبسوا ميري، بداوا يلبسوا لبس جديد كله الوان مختلفه، وبقى شكلهم حلو ومنظم جدا في المدرجات. رغم البدايه المتعثره قدام المنصوره في الموسم ده في اول ماتش في الدوري، الا ان انطلاقه الحرس السنه دي كانت هايله. في الاسبوع الثاني في ديربي جديد قدام الاتحاد السكندري الفوز على سيد البلد 4-0، واحمد عبد الغني مهاجم الحرس وصفقته من المنيا بيسجل هاتريك. في الدور الاولاني ماتش مميز جدا قدام الاسماعيلي في اسماعيليه، التعادل 2-2، والهدفين اللي سجلهم لعيب الحرس هم اكس اسماعيلي عبد الحميد بسيوني وعطيه صابر. اتعادلوا تاني مع الاسماعيلي في الدور الثاني 1-1، وكسبوا الزمالك كمان 1-0 في الموسم ده. والموسم ده كان افضل موسم لحلمي طولان مع الفريق. تخيل معايا ان الحرس السنه دي بيطلع المركز الثالث موسم 2004 2005، والزمالك السنه دي كان مفنش في المركز السادس. وفي رابع موسم لحلمي طولان مع الفريق موسم 2005 2006 كان الفريق بدا يستوي اكتر، والفريق بقى فريق فعلا مقرف لاي منافس. وكمل بقى الشكل ده بالتعاقد مع حارس مرمى قوي جدا كاميروني اسمه كاميني مارتيني. بدايه الموسم ما كانتش مبشره، تعادل سلبي في البدايه مع المصري، ثم خساره قدام الاتحاد في ديربي اسكندريه، تعادل مع اسمنت السويس في الاسبوع الثالث، وفي الاسبوع الرابع كان بارقه امل بالفوز على المقاولين العرب باهداف ايوب وناشئ من ابناء حرس الحدود اسمه عبد السلام نجاح. لكن الاسبوع الخامس كان نقطه تحول في مسيره النادي ده، حرس الحدود على استاد الماكس في اسكندريه بيستضيف الزمالك. بس قبل ما احكي لك ايه اللي حصل الماتش ده لازم اديك خلفيه شويه هو الزمالك كان عامل ازاي. الموسم اللي قبله 2004 2005 الزمالك حصل فيه دراما جديده في تاريخه، وهي ان رئيس النادي التاريخي كمال درويش اللي مسك النادي من 97 ل 2005 خسر في الانتخابات قدام نائبه مرتضى منصور. ومرتضى منصور من يوم ما دخل النادي ده بقى بيحصل فيه حاجات عجيبه. السنه اللي قبلها موسم 2004 2005 الزمالك فنش في المركز السادس، ولك ان تتخيل يعني ان الزمالك السنه دي مثلا خسر من اسمنت السويس ذهابا وعوده، واسمنت السويس ده كان لسه صاعد من تحت. خد اللي اكتر من دي، الزمالك الدور الثاني في 13 ماتش كسب ماتش واحد بس قدام الاسماعيلي 1-0 بجول مدحت عبد الهادي، وغير كده
كل ماتشات الدور الثاني يا هزيمه يا تعادل. قدام الاهلي في موسم 2004-2005 خسر 4-2 و3-0، وده يوريك الحاله المترديه اللي كان واصل فيها الزمالك السنه دي. ففي موسم 2005-2006 طلع مرتضى منصور بفكره، وهي التعاقد مع المدرب الالماني ثيو بوكير. ده مدرب كبير بالمناسبه، ليه تاريخ كويس مع اتحاد جده، مسك الاتحاد السكندري في التسعينيات وعمل طفره، وفي بدايه الالفيه مسك الاسماعيلي. طلع جيل مميز جدا للاسماعيلي، حوالي 11 او 12 ناشئ، وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا قدام انيمبا، وخسر بفعل فاعل لما الاتحاد الافريقي نظم كاس الامم الافريقيه للشباب في نفس وقت دوري الابطال، ووصل مع الاسماعيلي كمان نهائي البطوله العربيه وخسر قدام الصفاقسي بركلات الترجيح. وطبعا مع ثيو بوكير تعاقدات كتيره جدا متعود يعملها مرتضى منصور، لكن البدايه كانت غريبه، تعادلات في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا، وفي افتتاح الدوري كان المحرك برضه حرس الحدود بس بشكل خفي، لان الزمالك كان بيلعب الاتحاد في افتتاح الدوري، والزمالك بيتعادل 1-1، واللي بيسجل الاتحاد لاعب حرس الحدود السابق صامويل كيرا. وهنا طلع مرتضى منصور بعد اول اسبوع في الدوري اقل ثيو بوكير. ثيو بوكير طلع قال انا مشيت من النادي ده بسبب 2، والاثنين كل واحد فيهم عنده مشكله. الاولاني هو رئيس النادي مرتضى منصور، مشكلته انه بيحب الشو، والتاني هو فاروق جعفر اللي ساند مرتضى منصور في الانتخابات، وبالتالي مرتضى منصور كان عايز يمشيني عشان يجيبه. لدرجه انه في مره من المرات زوجة بوكير وهي لبنانيه وكانت وكيله اعماله طلعت قالت ان بوكير لما جاله عرض الزمالك انا قلت له لو قبلت انت هتبقى مجنون، وساعتها رموز الزمالك زعلوا جدا بالتصريح ده. لكن بعد ما فاروق جعفر مسك بدات النتائج تتحسن، الزمالك قدر يفوز على اسمنت السويس 3-1، ثم بعد كده فوز على المقاولين 3-1، وقبل ماتش حرس في الاسبوع الخامس فوز على الالومنيوم في نجع حمادي بهدفين بقذيفتين للمعتزين. والاسبوع الخامس داخل فاروق جعفر منتشي بالنتائج، وداخل حرس الحدود بابنه حلمي طولان في ماتش هيحدد كتير السنه دي من شكل حرس الحدود في المسابقه. تشكيله من تشكيلات الحرس التاريخيه اللي كان فيها الحارس كاميني مارتيني، احمد عاصم، صابر الشربيني، ومرسي عبد اللطيف، محمد حليم ومكي وعمرو الدالي واحمد سمير، وقدام احمد عيد عبد الملك واحمد عبد الغني وعبد الحميد بسيون. واللي حصل اليوم ده كان غريب جدا، الزمالك لقى نفسه الشوط الاولاني خسران قدام الحرس 2-0. قبل نهايه الشوط الاولاني فاروق جعفر سحب محترف اسمه اديسون سوزا ونزل سامح يوسف عشان يلحق النتيجه، وبين الشوطين يخرج عبد الواحد السيد حارس المرمى وينزل عبد المنصف، وفاروق جعفر يخلص الثلاث تغييرات بين الشوطين. بس دي ما كانتش اسوأ حاجه حصلت في الماتش، الاسوأ منها الهدف الثالث من مكي، ثم بعد كده هدف رابع من البديل هشام حنفي اللي نازل رقص عبد المنصف وحط جون واحتفل احتفال جنوني، لدرجه ان جمهور الزمالك بدا يرمي عليه ازايز. وطبعا انتوا عرفتوا ليه هشام حنفي كان غضبان. وقبل نهايه الماتش احمد عيد عبد الملك ابن الزمالك بيسجل هدف، وعلى وصف معلق المباراه سيد الثعلبي ان هو نجم المباراه. كلل الله ابوك احسن لاعب الحرس النهارده. كمان الحرس بيسجل هدف سادس وبيتلغي، وفي النهايه هزيمه خماسيه من حرس الحدود من ابن الزمالك حلمي طولان. هزيمه دخلت الزمالك في نفق مظلم، لانه من بعدها فضل رئيس النادي مستني لحد ما يقيل فريق جعفر، وفي نفس الوقت هجوم كان قوي جدا على عبد الواحد السيد اللي بعض من جمهور الزمالك اتهموه انه بيتهرب من الماتش. وعايز تعرف تاثير حرس الحدود في الوقت ده في الدوري ايه؟ كاس الامم الافريقيه 2006 كابتن حسن شحاته بيستدعي احمد عيد عبد الملك لقائمه المنتخب. قبل ما نكمل بفكرك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل حاجه اول باول. تاني حاجه ما تنسوش ان احنا فعلنا خاصيه ثانكس اللي من خلالها تقدر تدعم القناه عشان تقدر تكمل بنفس المحتوى بنفس الجوده. واخيرا استخدمنا مصادر كتيره جدا عشان نقدر نحكي الحكايه دي. حرس الحدود السنه دي انهى الدوري في المركز الخامس، ودي كانت نهايه الاستاذ حلمي طولان بعد 4 سنين ليه مع حرس الحدود، قدم فيهم كوره مميزه جدا وفريق عنده شكل واسلوب. وآن الأوان بقى للتجربة اللي متأجلة من 2002. التلميذ طارق العشري، المشروع اللي غفر السواحل ثم حرس الحدود استثمروا فيه كتير جدا. طارق العشري في تجربة جديدة هيبقى مدير فني لحرس الحدود. وطبعا التلميذ عايز يتفوق على أستاذه، التلميذ اللي اتعلم كتير من حلمي طولان نفسه مع حرس الحدود يحقق إنجاز حقيقي. دايما الشاطر بيستنى فرصة، كتير بيقولوا إن طارق العشري هو أول واحد غير خطة اللعب في مصر. الناس كلها كانت بتلعب بليبرو، وجي طارق العشري لعب 4 على صف واحد. والحقيقه ان القصه دي بدات بصدفه، ابتديناها في مباراه. احنا كنا في مباراه بتروجيت في اسكندريه، وبتروجيت بتلعبنا، ويمكن مش عاوز اقول لك ممرمطه بين الارض والله الشوط الاولاني ماشي. اتطرد منهم لعيب، فاللعيبه فوجئوا بيا بين الشوطين، بقول لهم انتوا تعرفوا تلعبوا 4-4-2؟ فطبعا انت اللعيبه عارف انت
ايه المدرب بتهزر ولا ايه المدرب المجنون ده اللي عمل احنا في 3-5-2 ومتبهدلين كمان لما نفتح في وهنا طارق العشري قال انا مش عايز اخسر لعيب في نص الملعب، وفضل يكمل الماتش كله 4 على خط واحد في الديفنس. وفعلا قلت لهم على السبوره هنعمل كذا كذا كذا، بمجرد بس ان انا رصيتهم طلعت واحد من الديفنس وزودت واحد في خط الفيرود لاين حلو، وقعدت بره اتفرج. انا نازل طبعا اللعيبه كلها بتحدث نفسها احنا هنتقطع. طبعا نزلنا شوط تاني، الولاد عملوا شوط من المستحيل ان يتكرر، من المستحيل اكني انا مدربهم على طريقه 4-4-2 بقالنا 20 سنه، وقلبنا النتيجه من 1-0 ل2-1 للحرس. من ساعتها قررت 4-4-2 صريح، قلت دول ما تمرنوش وعملوا الاداء ده، فما بالك لما يتمرنوا. صح. وابتدت شخصيه حرس الحدود تتبنى في اول فريق بيزرع 4-4-2. وبدأ حرس الحدود مع طارق العشري يغير في خطة الكرة في مصر. طارق العشري بيلعب 4-4-2، مانويل جوزيه بيلعب 3-5-2، وحسن شحاتة بيلعب 3-5-2. موسم طارق العشري الأولاني مع الحرس ما كانش سيء، هم خلصوا المركز الخامس، لكن الأداء ما كانش لسه بنفس القوة. خسر من الزمالك في الدور الأول والدور الثاني، وخسر من الإسماعيلي، خسر من الأهلي في الدور الأول والدور الثاني، بس كتجربة جديدة مع مدرب شاب هي تعتبر حاجة كويسة جدا. وموسم 2007-2008 طارق العشري مع حرس الحدود هيشارك في البطولة الكونفدرالية، والمفاجأة إنه في أول دور بيعدي نادي عريق زي مولودية الجزائر، وفي دور ال16 كان عنده ماتش مهم مع نادي الصن داونز، وكان بيدربه في الوقت ده مدرب يعتبر هناك في جنوب أفريقيا معروف، جوردون إيجيساند. خسر في جنوب أفريقيا 1-0، لكن قدر في استاد الماكس يكسب 2-0 ويعدي مهمة صعبة جدا. حرس الحدود في مجموعة نارية في الكونفدرالية، انتر كلوب الانجولي والصفاقسي والافريقي التونسي في مجموعه واحده. والمفاجاه ان حرس الحدود كان حصان اسود في المجموعه دي، اول 3 ماتشات كسب ال3 ماتشات وجمع العلامه كامله 9 نقط، منهم فوز مثلا على الصفاقسي 3-1 وعلى انتر كلوب 4-1. لكن في ال3 جولات التانيين خسر ماتشين وتعادل ماتش، جمع 10 نقاط. والحظ السيء ان في الوقت ده في الكونفدراليه كانوا بياخدوا فرقه واحده بس من المجموعه، وخرج من الكونفدراليه، لكن خرج وهو بيقدم نسخه قويه. في الدوري السنه دي نتائجه اتحسنت بعض الشيء، لكن نجح تاني ان هو الموسم اللي بعده هيلعب البطوله الكونفدراليه، موسم 2008-2009. السنه دي ما قدمش نسخه جيده خالص في الكونفدراليه وخرج ب7 نقاط بس، لكن في الموسم ده اتحسنت كتير نتائجه في الكره المحليه. وفي السنه دي مثلا موسم 2008-2009 قدر يكسب الزمالك رايح جاي في الدوري. ودايما زي ما كنت بقول لكم، التلميذ لو عايز يتفوق على الاستاذ لازم يكون بيحب يتعلم. وطارق العشري هنا عمل حاجه غريبه جدا ما بتحصلش مع مدربين الدوري المصري. عاده المدربين اللي بيطلبوا معايشه بيطلعوا يعملوها بره، يقول لك انا اروح برشلونه، اروح ريال مدريد، اروح فالنسيا، اروح مانشستر سيتي. طارق العشري كلم صديقه في الاهلي كابتن احمد ناجي وقال له انا عايز اعمل معايشه مع مانويل جوزيه. وهنا احمد ناجي عجبته الفكره وراح نقلها لمانويل جوزيه اللي رحب جدا بالفكره دي. وطارق العشري بدا ياخد الكشكول والقلم بتاعه ويروح يقعد يوميا مع مانويل جوزيه في مختار التتش، يشوف بيتعامل مع اللعيبه ازاي، اساليب التدريب الحديثه. وخلي بالك في الوقت ده جيل الاهلي التاريخي كان بياكل الاخضر واليابس، وفعلا حصلت المعايشه لمده اسابيع. والراجل كان مرحب بشكل كبير جدا جدا، وانا كنت سعيد، ويمكن كان يعني تربطني بيه علاقه كبيره جدا، وكان مؤثر فيها بشكل الايجابي في تطوير عقليه طارق العشري. وكنت جريء جدا ان انا اروح طبعا. حتى كان عندنا الاداره الله يرحمه اللواء عبد الرحيم كان معارض ازاي انت مدرب في الدوري الممتاز زيه ازاي ده فارق بينه 30 سنه خبرات تدريبيه طبعا كتير قوي. لكن القدر كان مخبي حاجه غريبه جدا للاهلي والطارق العشري. 1 يوليو 2009 الاهلي هيلاعب حرس الحدود في استاد الماكس في كاس مصر في دور ال16. التلميذ لتاني مره هيبقى عايز يتفوق على استاذ تاني وهو مانويل جوزيه. حرس الحدود مع طارق العشري كان فريق رخم، فريق قادر يخنقك، مش سهل خالص انك تسجل فيه، وده اللي حصل فعلا في الماتش ده لحد الدقيقه حاجه و70 التعادل السلبي، لحد ما الثنائيه المعتاده احمد عيد عبد الملك واحمد عبد الغني تفك الاشتباك، اسيست من عيد وعبد الغني يسجل، والهدف الاول لحرس الحدود. وعشان الطين يزيد بله وائل جمعه يفقد اعصابه وياخد كارت احمر، وفي النهايه الاهلي يفشل انه يتعادل. خرج بعديها مانويل جوزيه سلم على طارق العشري، قام سلم عليا وكان مانويل جوزيه ما يقومش يسلم على حد. ايوه يعني كان عنده كاريزما كده وشخصيه. ما قالكش يعني ناس يعني لا ده ساعتها كان مبسوط جدا ان انا كسبت. يعني عارف انت لما يكون الاستاذ فرحان بتلميذه. ايوه. وقال لي جمله انا مش ناسيها. قال لي انا عاوزك، انا رايح كان البرتغال، عاوزك ارجع كون انت حامل الكاس. كتبت الصحف ساعتها عنوان كبير جدا: التلميذ يتفوق على الاستاذ. التلميذ اللي راح يعمل معايشه مع مانويل جوزيه قدر يغلبه في الملعب،
والفرص متاحه للجميع في بطوله الكاس، وليه ما تحلمش؟ خاصه السنه دي كان في مفاجاه تانية مدويه، ان نادي بني عبيد او مركز شباب بني عبيد بيفجر مفاجاه عن طريق لاعب اسمه السيد المندوه، وبيكسب الزمالك 1-0 وبيخرجه من البطوله. حرس الحدود هيكمل مشواره، وفي دور الثمانيه هيقابل المصري بقياده مدرب اسمه طارق سليمان اللي هو مساعد حسام حسن دلوقتي في المنتخب، وبيكسبوا 3-1. ثم في قبل النهائي بيواجه نادي بترول اسيوط الشقيق الاصغر للبترولي، وبيقدر يكسبه عشان يصعد فاينل كاس مصر. يوم 1 فبراير 2009 حرس الحدود هيلاعب نادي امبي، وللمفارقه الغريبه ان الفرقتين دول صعدوا مع بعض للدوري الممتاز في موسم واحد، والفرقتين في الفتره دي اضافوا للكره المصريه كتير قوي. حرس الحدود بقياده التلميذ طارق العشري، وامبي بيدربوا مدرب مخضرم اسمه انور سلام. تشكيله مهمه جدا لطارق العشري، فيها محمد مكي والخبره اسلام الشاطر، ويليام منساه واحمد سعيد كوكا، محمد حليم والهرده، عبد السلام نجاح واحمد عيد عبد الملك، وقدام بسيوني واحمد عبد الغني. ماتش ما كانش سهل تمام في استاد القاهره، وجمهور الحرس بالوانه الحلوه قاعد في المدرجات. قدر الحرس يتقدم في الوقت الاضافي، لكن رجع بعد كده احمد رؤوف بيتعادل لامبي، والماتش بعد كده بيروح لركلات الترجيح، وركلات الترجيح بتبتسم لحرس الحدود اللي بيفوز باول لقب في تاريخه عن طريق التلميذ طارق العشري. طارق العشري نفذ وصيه مانويل جوزيه اللي قال له انا عايز ارجع من البرتغال الاقيك بطل كاس مصر وبارك لك، وده حصل فعلا. من النادر تلاقي جماهير بتحب مدرب، طب خاصة جماهير النادي الأهلي. فكان مانويل جوزيه كان مؤثر جدا بالإيجاب في الجماهير زي ما كان مؤثر جدا في اللاعبين أو في النادي، فكان بينيل احترام النادي. يعني من الحاجات اللي أنا كنت رايح ألاحظها في شخصي، أنا كنت مش رايح يعني عشان أكتسب تدريبات، أنا كنت رايح عشان أكتسب شخصية مانويل جوزيه، عين مانويل جوزيه، علاقات مانويل جوزيه، خبرات مانويل جوزيه، عشان انا ببني شخصيتي التدريبيه كمدير فني. مش رايح عشان اخد تدريبات ولا لا، ما كانش ده الهدف، انا رايح انمي قدراتي كمدير فني. بس حكايه الجيل ده مع طارق العشري ما خلصتش، لانه طالما هو بطل كاس مصر يبقى هيلعب السوبر المصري. وفي 21 يوليو 2009 حرس الحدود هيواجه الاهلي في السوبر المصري، بس الاهلي كان عنده شويه تغيرات. رحل مانويل جوزيه بعد سنين تاريخيه، وحصل تغيير بعد كده ان جه حسام البدري المساعد بتاعه. وحسام البدري وهو بيستلم كان عنده 2 لعيبه مهمين بيمشوا، فلافيو الانجولي وشادي محمد، وكمان اصابه محمد بركات مع فرقه بتغير جيلها. وحسام البدري كان بيطلع لعيبه جديده زي شبيطه وعبد الله فاروق، محمد طلعت واحمد علي، فرقه لسه بتتشكل وبتتكون. والناحيه الثانيه الحرس بنفس الفرقه دي بقوامها بتشكيلها الاساسي بقوتها المتعودين عليها في ارض الملعب. الاهلي ضيع فرص غريبه الماتش ده، لكن كنت تشعر دايما ان الحرس متماسك اكتر. الحرس بيتقدم 1-0 وبيجي في الدقيقه 57 كالعاده احمد عبد الغني بكل سهوله بيسجل الهدف الثاني. محاولات الاهلي فشلت، وحرس الحدود بطل السوبر المصري في ظرف شهور بسيطه، بطل الكاس والسوبر المصري، وفي المرتين عن طريق الاهلي. بعد البطوله دي عايز برضو تعرف قوه الفرقه دي، كابتن حسن شحاته كان رايح يلعب كاس القارات، اخذ 3 لعيبه من حرس الحدود، احمد عبد الغني، احمد عيد عبد الملك، واحمد اوكا. وتخيل معايا ان احمد سعيد اوكا في ماتش البرازيل كان بيلعب اساسي، واحمد عيد عبد الملك نزل بديل وقلب الماتش. وفي موسم 2009 2010 ده حرس الحدود قدر يتعادل مع الاهلي ذهابا وعوده، وقدر يكسب الزمالك رايح جاي، وده يوريك قد ايه طارق العشري مع الفرقه دي كان ثابت. كاس الامم الافريقيه 2010 لثالث مره كابتن حسن شحاته بيستدعي احمد عيد عبد الملك في البطوله اللي بتفوز بكاس الامم الافريقيه. ويوم 3 يونيو 2010 حرس الحدود بيلعب تاني قبل نهائي كاس مصر قدام الاسماعيلي، والاسماعيلي عنده لاعب مهم جدا هو حارس المرمى السد العالي عصام الحضري. عصام الحضري بكفاءته سهل جدا يرجح كفه اي فرقه بتلعب ماتش اقصاء، والماتش كان ماشي في نتيجه 1-1 وخلاص. لو الماتش خلص وراحت ركلات ترجيح تاكد ان النسبه تفوق ال70-80% عصام الحضري هيكسبه. لكن عصام الحضري بيعمل خطأ ساذج جدا والكرة بتفوت من رجله، وحرس الحدود بيصعد تاني نهائي كاس مصر مع طارق العشري. بس المرة دي بقى النهائي مش ضد امبي، المرة دي النهائي ضد الأهلي اللي خسر السوبر من حرس الحدود وخرج منه في كاس مصر السنة اللي قبلها. أكيد التالتة مش هتبقى تابتة. للي يفتكر الفترة دي الأهلي في دور ال16 في الكاس ده عمل مباراة كبيرة جدا قدام الزمالك في استاد القاهرة، كسب 3-1. ومين ينسى القذيفة بتاعت شريف عبد الفضيل. في الوقت ده كان كيرف الاهلي في نهايه الموسم بدا يعلى مع حسام البدري، وكان الاهلي عمل مباراه كبيره جدا قدام الاتحاد الليبي. ومين ينسى الجول التاريخي بتاع عماد متعب اللي بسببه جاله اصابه في الظهر ومش هيلعب الماتش ده. لكن بعيدا عن عماد متعب الاهلي بيلعب بتشكيلته الكامله: وائل جمعه،
شريف عبد الفضيل، احمد فتحي، سيد معوض، حسام عاشور، وقدام بركات وابو تريكه واحمد حسن ومحمد فضل. يعني مفيش اي حجه. 7 يوليو 2010 كان طارق العشري محضر تشكيلته اللي عايز يقتنص بيها تاني كاس مصر على التوالي. كان حارس المرمى ما بقاش كاميني مارتيني، بقى علي فرج. والفرقه حصل فيها شويه تغيير، اسلام الشاطر ومكي واسلام رمضان واحمد سالم صافي، لكن دايما القوه الضربه احمد عبد الغني واحمد عيد عبد الملك. الاهلي بيضيع ومسيطر، لكن هنا مع الشوط الثاني تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فنت حلو جدا من احمد حسن مكي بيرقص بيه حسام عاشور ويعمل العرضيه ويخش احمد سالم صافي يتقدم لحرس الحدود. لكن الاهلي استشعر الحرج وكان هجوم كاسح من كل الجوانب لحد ما بركات اتعادل قبل نهايه الماتش وراح الماتش للوقت الاضافي، واضاع الاهلي كل الفرص الممكنه لدرجه ان الجمهور كان متضايق جدا يومها من محمد فضل اللي ضيع فرص كتير جدا، ووصل لتاني سنه على التوالي المباراه لضربات الترجيح. وهنا طارق العشري كان تلميذ شاطر وكان مدرب لعيبته على ضربات الجزاء لتاني سنه، سجل ال5 ركلات ومحمد فضل ضيع للاهلي وخسر الاهلي ولتاني سنه على التوالي حرس الحدود بطل كاس مصر. مشهد راقي جدا حصل اليوم ده في المدرجات. جمهور الاهلي شجع لعيبه الاهلي لان الاهلي عمل ماتش كبير، وجمهور الاهلي نفسه هتف لطارق العشري، وطارق العشري لف الملعب حي الجمهور. جمهور الاهلي كان بيحب طارق العشري مش بس عشان كان بيقدم كرة محترمه، لا كمان عشان كان علاقته جيده جدا بمانويل جوزيه. طارق العشري بعد الفوز بكاس مصر بيكمل انطلاقته مع الحرس موسم 2010-2011، اول ماتش في الدوري في استاد الماكس قدام الزمالك بقياده جديده مع حسام ابراهيم حسن اللي كانوا مفنشين السنه اللي قبلها الموسم كويس جدا. واليوم ده برضه عمل ماتش كبير، قدر يتعادل 2-2 مع الزمالك وقدم نسخه جيده. لكن اجمالا الموسم ده هو واحد من اقل مواسم طارق العشري مع الحرس، لان ده اسوأ مركز يحققه حرس الحدود من يوم الصعود موسم 2002-2003 ونهوا الدوري في المركز الثاني. دخلت بعدها وجت ثوره يناير ووقفت الكوره، لكن بعد رجوع الكوره كان لازم برضه تحصل حاجه ثوريه. طارق العشري قال لهم انتوا بتقولوا عليا مدرب كؤوس، طب انا عايز اكسب الدوري. بدايه الحرس كانت متعثره، خسر اول ماتش في الدوري من الاهلي بهدف لعماد متعب وتعادل ايجابي مع المقصه في الاسبوع الثاني 1-1. لكن من بعدها طارق العشري بيعمل حاجه ما بتحصلش كتير في الكوره، 12 فوز متتالي ورا بعض، رقم ما حققوش مثلا الا جوبو مفرير مدرب الاهلي في 2002-2003 ومانويل جوزيه ومارسيل كولر وريني فايلر. فتخيل معايا ان ده رقم بيحققه مدرب مش بيدرب الاهلي او الزمالك. لكن اللي حصل بعدها ما كانش بايد حد، وجه حادث ومجزرة بورسعيد المؤسفة اللي بسببها توقفت الكورة، وحلم طارق العشري في الفوز ببطولة الدوري اتحطم لأن المسابقة كلها وقفت والكورة كلها وقفت. ومن اليوم ده ومن يوم مذبحة بورسعيد ما رجعتش الكورة في مصر زي الأول، وكمان حرس الحدود ما رجعش زي الأول. حرس الحدود اللي كان نادي من 2002 ل 2012 عامل شكل وحلاوة للدوري مختلفة تماما. الفرقة كلها اتفككت، وحتى لما رجع حرس الحدود بعد كده ما رجعش حرس الحدود هو بنفس الطموحات وبنفس الاهتمام، رجع فريق يا دوبك بيحاول يحافظ على البقاء او بيهبط ويرجع يصعد تاني. اسال اي مشجع اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي او اتحداوي او مصراوي او اي حاجه، هيقول لك ان فرقه حرس الحدود من 2002 ل 2012 هي واحده من امتع حاجات الكره اللي حصلت. تروح تلعب الحرس في الماكس، ده كابوس لاي مدرب كبير، واولهم كان مانويل جوزيه. ملعب الماكس الساعه 5 قبل المغرب، شكل الجمهور بالالوان، جمهور العساكر اللي بيشجع طارق العشري ووقفته على الخط، وقابله حلمي طولان، كاميني مارتيني وصورته مع الفرقه كلها الايقونيه اللي واقفين فيها بالجنب، احمد عيد عبد الملك واحمد عبد الغني ومحمد حليم والهرده ومكي واحمد حسن مكي، عبد الحميد بسيوني وعمرو الدالي واحمد سعيد اوكا، كاميني مارتيني وهاني سعيد وصمويل كيرا. كل دي اسامي حفرت اسمها في تاريخ الدوري المصري. صوت سيد الثعلبي او مدحت شلبي او محمود بكر وهو بيعلق على حرس الحدود، كل دي حاجات هتفضل في ذاكره اي مشجع شجع الكوره في مصر. فرقه حرس الحدود بالوانها المميزه اللي بدات بالوان علم مصر وبعد كده بقت بالاحمر والاسود، اجوان ايقونيه كتير سجلوها، بطولات اخدوها من الاهلي، ماتشات كبيره كسبوا فيها الزمالك، مباراه ال5-0 التاريخيه على الزمالك اللي الحرس فيها قدم ماتش من احلى ماتشات الكوره في تاريخ مصر. كل ده ما بقاش موجود دلوقتي، لكن دايما هتفضل في الذاكره قصه التلميذ اللي تفوق على استاذه، التلميذ اللي استلم فرقه قويه جدا من حلمي طولان لكن اخدها الليفل اعلى، قدر يغير خطه اللعب ويلعب بخطه جديده وكنا بطلنا نلعبها في مصر 4-4-2، ثنائيه الهجوم بتاعت احمد عبد الغني واحمد عيد عبد الملك. طارق العشري تلميذ اتفوق على استاذه حلمي طولان اللي بنى الفريق، لكن هو قدر يحقق 3 بطولات مع الفرقه دي. وكمان التلميذ اللي تفوق على استاذه، التلميذ اللي راح عمل معايشه مع مانويل جوزيه لكن راح بعد كده كسبه في الكاس واخد منه بطوله. وهي دي كانت حكايه فريق اسمه حرس الحدود،
كان بيدربه استاذ اسمه حلمي طولان، وجه يكمل وراه تلميذ اسمه طارق العشري. حفروا اسمهم في تاريخ الكره المصريه ببطولتين كاس وبطوله سوبر. ودي كانت حدوتتنا النهارده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. اشوفكم الفيديو اللي جاي.